الشقه بتاعتنا تطلع حلوه؟ لا. طب الفيلا بتاعتنا؟ لا برضه. امتى نعرف نخليها شقه حلوه وامتى نعرف نخليها شقه عاديه؟ هنختار الاساس بتاعنا بشكل منسق. تمام. هتطلع شقه معانا حلوه؟ لا برضه. بيربط معايا الشقه ان تطلع كويسه ولا لا؟ في عوامل كتير بنقدر نشتغل عليها عشان نطلع الشقه بتاعتنا كويسه. اولهم مرحله التنسيق. اول حاجه توفير المساحات معايا، اشوف ايه الفراغات اللي انا هقدر اتحرك فيها، ده رقم واحد. رقم اتنين الستايلينج، يعني التنسيق ما بين برواز وما بين لمبادير، ما بين سجاده، ما بين اقمشه، ما بين كراسي سفره، ما بين الصالون او الانتريه اللي محطوط معاه، ما بين فازات زرع. استخدم مبدا 70 20 10 في تنسيق الالوان بتاعتي. ال70 هو الدرجه اللي همشي بيها في كل اتجاه، وليكن درجه لون الكافيهات، لان دي من اكتر الدرجات اللي مش هتأيدني في كسر درجه اللون. ال20% معايا الثانيه اللي هي السجاد والستاره. ال10% بنجزئها في الكوشن، في الترابيع، في التابلوهات، في الاكسسوارز، درجه لون الورد، درجه لون الاكسسوار اللي حاجه احطها معاها. تقدر تسال عن الستايلنج دلوقتي في سامي مودرن، ولو مش عارف تنسق شقتك بنفسك ممكن تسيب لنا في الكومنتات تحت كلمه ستايلنج وهنرد عليك في التفاصيل.